عليكم. النهارده بنسلم شقة في مدينة في القطامية. طبعا النهارده معانا القطاع المستخدم قطاع ألوميل يوناني. الإزاز هنا دبل مع جورجيا. سريعا كده، طبعا احنا قبل كده شرحنا مواصفات القطاع ومميزات القطاع، وطبعا القطاع طبعا بدون ما نشرح فيه كتير، هو طبعا ثابت وجوده، حاجة محترمة جدا كتقفيل كفينش كنسبة عزل كصوت حرارة صورة حركة، يعني حاجة محترمة جدا خالص يعني. تمام. يعني حضراتكم لو سامعين دلوقتي صوت الأذان بره، تمام. خلينا نقفل. هنقفل، مفيش صوت خالص اهو، مفيش صوت نهائي. تمام كده. دي الضرفة الشمال الأخرى. هنا برضو السلك، سهولة السلك برضو حاجة محترمة جدا. وبعدين السلك برضو بيتميز ان هو بيمشي على تراك ستانلس نفس الإزاز بالظبط. هنا مستخدمين في المطبخ والحمامات قطاع سوناتا شريف علي حسن. هنا ضرفة صغيرة، قلنا نستخدم المساحة ديت تحت الشفاط، بدل ما هي تكون معمولة جزء ثابت نستخدمها بضرفة تفتح وتقفل كتهوية برضه. تمام. وعندنا الضرفة هنا برضه الناحية التانية اهي. هنا برضو في الحمام عملنا جزء تحت ظرف قلاب، وهنا الشفاط، وطبعا ده جزء صغير ثابت ما ينفعش نعمل في ظرف قلاب. هنا الشباك برضو الجرار دوت قطاع الوميل، بس هنا الازاز دبل بدون جورجيا، ده طلب العميل يعني. حاجة محترمة جدا يعني في الحركة. حضراتكم لو سامعين الصوت اللي بره، هنا الدائري، انا جنب الدائري مباشرة، يعني لو سامعين الصوت، في صوت عربيات ودوشة، بمجرد بس ان انا اقفل الضرفة خلاص مفيش صوت. هنا برضو الحمام دوت عملنا ظرفة برضو قلاب تحت وجزء ثابت فيه ظرفة، الجزء الثابت برضو صغير، ما ينفعش ان احنا نستخدمه كظرفة يعني. هنا برضو الشباك برضو بتاع الوميل والازاز دبل بدون جورج. هنا شباك حمام اهو. هنا الشفاط، هنا الشفاط، هنا الضرفة دي قلاب. هنا ده البلكونة برضو، هنا جرار وقطاع الوميل دبل برضو بس بدون جورج. وعلى راسهم الاستاذ سيد والطاقم كله، الاستاذ عمرو والاستاذ محمد، الناس محترمه جدا. ربنا يبارك فيك بجد والله للامانه انا كنت قلقان لان انا عندي عقده من الامثال كلهم. اتعرفت على سيد عن طريق السوشيال ميديا. يعني كنت قلقان منه في الاول الحقيقه، بس للامانه اولا شغل مش عايز اشكر فيه، بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه جدا. الاهم من كده كله الميعاد، لا كان عاطيني ميعاد اخلص شغل قبل ميعاده، عايز اقول لك يمكن 12 يوم و 13 يوم، وده يعتبر انجاز في الوقت اللي احنا فيه، في ظل الغلاء، في ظل الدنيا. طبعا انا كنت اتفقت معاه واديت ديبوزيت، برغم الاسعار زادت والدنيا زادت ما زودش عليا حاجه، الماتيريال كله الاكسسوارات كلها محترمه. حتى كان عندي شباك خارج غير المقايسه
بامانه صينه بطريقه فوق الوصف، ما بخلش عليه في حاجه كانها شغل اخطر. احب اشكركم وربنا ربنا يبارك يوفقكم فيك يا باشا، ربنا يبارك وربنا فيك. يكرمكم ان شاء الله. احنا سعداء جدا بالأحسن. بالتعامل مع حضرتك والله. والله احنا احسن الصيد ربنا يبارك وفرصه فيك. سعيده يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك شكراً يا باشا، جزيلاً. الله يخليك.